ما تعملش الغلطه دي لو انت هتبدا الفريلانس. اول حاجه لما بتيجي تتواصل مع عميل وربنا يكرمك باول شغلانه، تلاقي الشغلانه مثلا العميل طالبها برنج معين من السعر وليكن ب 50 او 100 دولار كاول مشروع بيطلبه منك. انت المفروض بتقدم سعر، هو هيسالك في الرساله ما بينك وبينه المشروع ده هيكلفني كام. طبعا دي اول شغلانه بالنسبه لك، فانت مش عارف تحدد السعر المناسب، تطلب السعر العالي ولا تطلب السعر الواطي. من خبره انا بقول لك ما تطلبش السعر العالي واطلب السعر الواطي، حتى لو الموضوع هيكلفك طاقه اكبر من الطاقه العاديه مقابل سعر قليل. علشان لو انت طلبت السعر العالي حتى لو خبرتك كافيه، العميل في الاخر طلع غلط بسيط فهو ممكن يديك فيدباك وحش، وده هيأثر على البروفايل بتاعك. بس انت لو قبلت المشروع بالسعر القليل كان فيه غلطات بسيطه، فالعميل هيرجع يطلبها منك كتعديلات بسيطه وخلص المشروع، وفي الاخر هيديك فيدباك كويس، والتواصل ما بينك وبين العميل هيكون تواصل محترم. فاهتم بالبروفايل بتاعك في البدايه، سعر قليل، تواصل كويس مع العميل، وان شاء الله ربنا هيكرمك الموضوع ده. قشطه، اعمل لي فولو عشان اشوفك الفيديو الجاي واديك نصايح اكتر. يلا سلام.